أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وإن تعجب فعجب حرص كثير من المسلمين على الاحتفال بمولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع اتفاقهم جميعا بأنه ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعله النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ما ورد عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، بل ما فعله الأمويون في عهدهم ولا في الدولة العباسية الأولى ولا الثانية، ما كان ذلك أصلا يخطر ببالهم. وإنما أحدثه الفاطميون العبيديون الذين جاءوا بالكفر البواح وبالشرك الصراح، ونشروا دين الشيعة، وعطلوا شرع الله جل وعلا، وأعلنوا السب على أبي بكر وعمر وعثمان، ولعنهم من على المنابر، ومن تجرأ على ترك لعنتهم قتل. هؤلاء الذين أحدثوه. ومتى؟ في القرن السابع من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجهل المسلمون ذلك في كل ذلك العهد الأول؟ ما غاب في ذلك الزمان الذي قال عنه الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما غاب في ذلك الزمان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فجعلوه احتفاء، وجعلوا معه عيدا لعلي رضي الله عنه، ولفاطمة، وللحسن، وللحسين، ولمؤسس الدولة الفاطمية، وللخليفة الذي يكون حاضرا في ذلك الوقت. وكان ذلك في القرن السابع في عهد الملك الذي يسمونه بالمظفر الكوكبري الظافر، فأحدثه في دين الله مع إحداثه للبدع الطوام والجرائم العظام. فتسرب بعد ذلك للمسلمين سبحان الله أيام الصحابة. عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيام الصحابة، أيام الصحابة لما دخل المسجد في الكوفة ووجد أمامهم الحصى ويبتدعون أذكارا ويجعلون أعدادا، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن الأول لم يترك للآخر شيء، فكيف بحدث جاء بعد 700 عام، بعد قرابة 700 عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: يا بني إنها بدعة، لما سئل عن كيفية معينة في القنوت قال: بدعة، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يفعلون ذلك، فكيف بما يأتي بعد 700 عام؟ أوفقتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما؟ إنما هو أنموذج عباد الله لجهل الكثير من الناس، لجهل كثير من الناس في أمور
من المثبتات أصلا والمقررات أصلا في دين الله تعالى، لا تحتمل رأيا أو خلافا في قول، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولكنه الواقع الأليم، والسعي لانتشال الناس بالحسنى والتي هي أحسن وردهم إلى الله تعالى ردا جميلا بأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحد بأيام أو بشهر أو بأوقات بعينها أو مواسم معينة، وإنما المؤمن على الدوام محبا متبعا منقادا مقتديا متأسيا مصليا مسلما على رسول الله عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلوات